اخواتي بقى، قبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش تصلوا على النبي. النهارده جاي لكم بخمسه حمص الشام. نزلنا بقى كده بعدد الكوبايات اللي عندنا في البيت، خمسه حمص الشام. يعني الكوبايه هتاخد فوق النص كوبايه حمص الشام كده. تمام، حطينا حمص الشام وهننزل بقى بالملح بتاعنا. حطينا كده مثلا يعني وزعنا الملح حسب الرغبه يعني. وهننزل بالفلفل، نحط معلقه فلفل هنا ومعلقه فلفل في الكراف التاني، وننزل طبعا الكمون. البهارات عامة انا بسيبها بتبقى اختياري حسب الرغبة، يعني ممكن نكتر وممكن نقلل يعني. تمام، بعد كده هننزل بقى بالسلطة اسف، هننزل بالصلصة. كل كوباية بتاخد معلقة صلصة صغيرة. يعني هنحط كده 5 معالق صلصة ونوزعهم في الكنكتين، ونقوم نازلين بقى كده بالمية السخنة. الكلام ده طبعا احنا كنا سلقنا حمص الشام يعني اكيد مش هنعمله ني، احنا سلقناه وظبطناه وعلشان نشتغل بيه. هننزل بقى كده بالميه السخنه في الكراف التاني يعني. وفي البيت لو مفيش ميه سخنه متاحه، ممكن نحط ميه عاديه من الحنفيه، ميه بارده، ونحطه على النار. تمام، ونستنى لما يعني بعد ما نحط الخامات دي كلها، نستنى كده لما يغلي معانا، ان شاء الله هيبقى زي الفل. طبعا احنا حطينا البهارات بتاعتنا، حطينا الحمص والصلصه والبهارات اللي انتوا شفتوها دلوقتي. انا مش حابب ان انا احط بصل وتوم علشان ما يبقاش تقيل على المعده، وكمان الاطفال يحبوه. يعني انا حبيت احط البهارات دي بس، كفايه قوي. طبعا هو هيطعمه وهيديله نكهه قويه جدا. ممكن لو احنا بنحب البصل بلاش نحط البصل اللي هو الخام، ممكن نحط بصل بودر او توم بودر. وانا برضو مش حابب ان انا احط بصل وتوم. خلينا في البهارات، الملح والفلفل والشطه والكمون والليمون طبعا في الاخر هوريكم. وطبعا بعد ما سخنا بقى الكرافين الحمص كده، وهنقوم بقى موزعينهم في ال5 كوبايات. هو مطلوب مني 5 اوردرات، 5 حمص الشام. وزعناهم كده في كوبايات زي ما انتم شايفينها، معدي النص بشويه. ونقوم نازلين بقى بالصوص اللي هو الحار بتاعنا، بتاع حمص الشام. نوزع كده يعني الميه بتاعت حمص الشام دي، طبعا دي اهم حاجه في الشتاء بقى، وحاجه كده عظمه. ما تبخلوش علينا باللايكات الحلوه. وبس خلاص.